السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بتقول ان انا قاعدة في بيت عيلة. حماتي كويسة جدا معايا، بس بنتها هي اللي عملت مشاكل بيني وبين حماتي، لحد ما حماتي قالت لي ما تجيش عندي تاني وما تنزليش عندي تاني. بتقول له ما بكلمهمش ولا عيد ولا رمضان ولا اي حاجة، ولا سلام عليكم وعليكم السلام ولا اي حاجة خالص. وجوزي قال لي خلاص اللي ما يقدركيش ما تقدروش ومالكيش دعوة، لكن عيالي بينزلوا وجوزي بينزل والحياة حلوة. يعني لما بتعزم عيالها جوزي بس اللي العيال ينزلوا وانا بفضل قاعده اعمل اكل لنفسي فوق، ولا عيد ولا يذبحوا ولا اي ولا هتتجوز ولا اي حاجه. فدلوقتي بنت اخت جوزي هتجوز بنتها، فيوم قري الفاتحه ما حدش عزمني وجوزي راح. قال لها خلاص انت فاكره روحك ليه؟ اللي ما يقدركيش ما تقدروش مالكيش دعوه. ودلوقتي هتعمل فرح وعيالي راحوا وجوزي، فجوزي بيقول لي تعالي مالكيش دعوه بيهم وما تسلميش على حد وتعالي مع عيالك. فبتقول لا ازاي يعني؟ بيقول لها انت مالك، هتخشي مش هتسلمي على حد وما تتكلميش على حد، واقعدي عشان تاخدي بالك من عيالك. فبتقول لا طبعا ما ينفعش انا اعمل كده. ازاي؟ فبتقول انا كنت قاعده عماله اعيط ساعه لما راحوا قروا الفاتحه كلهم وانا ما رحتش. وكمان الشبكه اروح ومحدش عزمني. ازاي بقى؟ يبقى كلهم يبقوا موجودين وهخش ازاي واروح قاعده كده؟ ايه الرزاله دي؟ لا طبعا انا مش متقبله الموقف. وهو عمال يزن عليا لا تعالي اقعدي مع عيالك مالكيش دعوه، ما تكلميش حد ومالكيش دعوه بحد. خليكي انت احسن، خليكي انت احسن مني. فهي بتقول لا انا مش هروح. ايوه ماشي، ماشي يعني ايه الزعل يعني الله اعلم بيكم يعني. هي فعلا ما عزمتكيش وعزمت اخوها، انت مالكيش دعوه. واخد عياله ورايح، انت بتزعلتي ليه وزعلانه ليه؟ هو انت اللي غلطانه؟ لا انت اللي غلطانه يعني مثلا ولا انت زعلتيهم؟ خلاص انت كده يعني في كده حاجه جامده قوي ان هي تمنع مرات اخوها. ويعني حماتك برضو بتقولي ما بتكلمهاش، فين هتروحي لمين؟ يعني هتقعدي مع سلايفك؟ محدش عزم، ممكن تكسفك وتقولك انا وانا هتيجي ايه اللي جابك وانا عزمتك؟ لا انا شايفه ان انت ما تروحيش، يا اما تروحي تراضيها في البيت الاول كانك بتنقطيها وشوفي رد فعلها يكون ايه. بس انت بتقولي بقالكوا فتره ما بتكلموش بعض، ولا يعني رمضان اللي هو رمضان مش بتكلموا بعض، ولا عيد ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. فمش عارفه والله. انت لو عايزه تليكي مزاج تروحي روحي لها البيت الاول عشان ما تكسفكيش في القاعه، كانك هتنقطيها وشوفي رد فعلها يكون ايه. قبلت هتروحي، ما قبلتش يبقى خلاص كسفتك هتبقى بينها وبينك، لكن قدام القاعه دي هتبقى كبيره. ولو ما كسفتكيش هتعاملك معامله وحشه، او هتقول يعني معاملتها هتضايقك، وهتبقى انت فعلا انت كده رايحه متطفله. انا ما عزمتكيش، انت ايه اللي جابك؟ عيالك ايه؟ ما عيالك يروحوا مع ابوهم وستهم خلاص، لكن انت اللي يقدرك ما تقدرهوش. وانت زعلانه يبقى راضيها الاول قبل ما تمشي، عشان ما يكونش رد فعلها قدام الناس تتكسف اكتر. ده انا شايفه كده. انا ما اعرفش بقى انتوا شايفين ايه. وقلنا رايكم في الكومنتات. وجوزك عايز يريح راسه، جوزك عايزك تروحي عشان يريح راسه، عشان العيال ما يبقاش مهتم بالعيال، يبقى هايص في الفرح. لكن انا شايفه انت لا، ده ما عزمكيش ما تروحيش. قولوا لنا رايكم في الكومنتات ايه. وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم، وفي فيديو جديد.